السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنشارك معكم طاجين بالملج باللحم ديال البقر، الملج والقوق والجلبانة. طاجين معروف، طاجين المغربي 100%. طاجين كيجي لذيذ وزوين. هنا غنبدا معكم بالشرموله اللي غادي نديرها. اللحم غناخد شويه ديال التحميره، الفلفل الاحمر انا مصايبها غير في الدار، وناخد شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الزنجبيل اولا السكينجبير، والملون كيبقى اختياري. كاين الناس اللي ما كيبغيوش يخدموا بالملون اولا التصفيره، وكاين الناس اللي كيستعملوها كتبقى اختياريه. هنايا غنجيب نص كاس ديال الماء، ونخلط هاد المكونات هادو. غنضيف تومه محكوكه، عندكم تومه بودره حتى هي خدموا بها. غنضيف الملح كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وكتكون الشرموله واجده باش غادي نرقدوا فيها اللحم اللي حنا غسلناه وخليناه حتى تسقطر. ودابا غادي نرقدوه في هاد التوابل هادو. تخليوه واحد ربع ساعه اولا، المهم على حسب الوقت اللي عندكم. كان عندكم الوقت تخليوه حتى لنص ساعه حتى كيشرب هاد الشرموله هادي. ما عندكمش الوقت غير كتخلطوه هكا شويه يشرب كيف ما قلت لكم بالماء. قطعتوا شويه الخضره، القوق والجلبانه وجدتوهم صافي. كدوزو كتاخدوا طاجين اللي غادي طيبوا فيه، وغادي نحط فيه الطروفه ديال اللحم الملج. كنشعل العافيه على الطاجين، وكنضيف ليه هاد الشرموله هادي اللي انا ضفت ليه ديال التوابل صافي. وكنخليوه حتى كيتشحر. بين ما يعني حتى في هاد الوقت اللي غادي تشحر فيه غيشرب هادوك التوابل، غادي يزيد يشربهم. صافي انا غنغطي عليه ونخليه حتى يشربهم ونرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا هنايا الطاجين ها هو بدا كيبان بداو كيبانوا الملامح ديالو. من بعد ما كيشرب التوابل اللحم مزيان كنضيف شويه ديال الزيت بغيتو الزيت بلديه، زيت الزيتون اولا اي زيت متوفر عندكم. يمكن لكم تخلطوهم بجوج، صراحه انا دائما اغلبيه كنخلطهم بجوج. الزيت نباتيه اي زيت متوفر، وشويه ديال الزيت بلديه. وغادي نضيف الربيع مقطع، القزبر والمعدنوس مقطعين. وغادي نضيف البصله اللي حتى هي قطعتها قطع اللي هي صغيره. غادي نضيف المطيشه، خديت حبه ديال المطيشه. بغيتو تحكوها هكا كيف ما حكيتها انا في الحكاكه اللي هي غليظه شويه، اولا تقطعوها قطع صغيره كيف ما قطعت البصله. وغادي نضيف الحامض، دوك القشور ديال الحامض. هاد الحامض عندي انا مصير غير في الدار، مصايبه في الدار كيجي على هاد الشكل هذا. غنضيف واحد طريف ولا جوج صافي. وكنخلي الطاجين حتى كيطيب اللحم، يعني حتى كتقيسوا اللحم وتلقاوه صافي بدا كيطيب. على حسب انا غنرافقو غير بالجلبانه والقوق، والجلبانه والقوق راه كيطيبوا في ساعه. هنا كيف ما كتشوفوا الطاجين هو تشحر مزيان، طابت البصيله، طابوا الخضر اللي ضفت ليه كاملين، واللحم حتى هو بدا صافي بدا كيطيب يعني في المراحل الاخرى ديال الطياب ديالو. غادي نضيف الجلبانه وغادي نضيف القوق.
ونضيف شويه ديال الربيع اللي بقى ليا مقطع. صافي غناخد شويه ديال الجلبانه باش نحطها فوق القوق، باش كتدخل ليه هذيك المريقه وهذيك الشرموله، باش ما يجيناش باسل من الفوق. القوق الا بقى بلا ما نخويو فوقه شويه الشرموله كيجي باسل شويه، كيجي حتى مر. من الاحسن انكم تضيفوا فوقه هكا الشرموله، نضيفوا شويه ديال الجلبانه من الفوق، وغيكون هذا هو، يعني هذا هو الطياب ديال الطاجين بالملج والقوق والجلبانه. اي خضر، نحنا عارفين الطاجين المغربي فيه بزاف الانواع ديال الخضر يمكننا نضيفوهم ليه. انا اليوم خدمت طيبته معكم غير بالقوق والجلبانه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الطويجين جا مشرمل طايب واجد. الصحه والراحه للجميع، ونتمنى انكم تجربوا هذا الطاجين، الطاجين المغربي ما كيخطاش اي دار. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا اللايك واشتركوا في القناه الناس اللي باقيين ما مشتركينش في القناه، وفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديالي. رافقته بهاد الشلاضه كيف ما كتشوفوا هنايا. اي نوع ديال الشلاضه يمكن لكم ترافقوه به اللي متوفر عندكم، كتجي حتى هي زوينه. معروف ان الطاجين ضروري خصنا شويه شلاضه في الجناب ديالو. وبالصحه والراحه وشهيه طيبه، وشكرا على المتابعه.